عرفتي؟ انا جاي عندك. هو فين اللي تصور هذا؟ ودي اسميت إذن مشاهدينا الأوفياء مشاهدي أفريك بريس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من شاطئ عين السبع. هذه هي الباخرة اللي كانت محملة بمعدات كانت في الهند ومن إفريقيا، يعني وجات هنا ضربت في واحد الصخرة إذا بها واحد عطب، يعني وجات الجنب ديال هذا الشاطئ هذا كيف كتشاهدوا مشاهدينا، وخرجت هنايا في منتصف الليل بشاطئ عين السبع. شوفوا معنا الباخرة هذه اللي خرجت مشاهدينا، نحاول نقرب لكم الصورة. هذه الباخرة هي تجارية اللي كانت محملة بمعدات كانوا على متنها أفارقة اللي متواجدين كتشاهدوا معنا مشاهدينا. طاقم هذه الباخرة هذه متواجد بعين المكان، رجال الوقاية المدنية اللي هما متواجدين بدورهم بعين المكان. يعني كيف كتشاهدوا هذه الباخرة هذه اللي خرجت، هذه هي الباخرة اللي خرجت بشاطئ عين السبع. يعني كتشاهدوا معنا الطاقم ديال هذه الباخره هذه راه متواجد الان رفقه عناصر الوقايه المدنيه، لان هذه الباخره هذه وقع لها واحد العطب في منتصف الليل، فاذ بها كتصطدم بواحد الصخره وسط شاطئ النحله، شاطئ السعاده بعين السبع. خرجت هنا فاذ بها كيتفاجئوا بان المعدات سرقوا، يعني بعد الاشخاص اللي كانوا متواجدين اللي جاوا من هذه البلاصه هذه من هذا الدوار اللي متواجد هنا بعين السبع، يعني تم سرقه المحتوى ديالهم يعني في منتصف الليل. يعني الناس طلعوا كيهزوا من هذه الباخره لانها خرجت على الجنب كي كتشاهدوا مشاهدينا. زكري إذن مشاهدينا كيف كتشاهدوا هذه هي الباخرة اللي خرجت بشاطئ النحلة عين السبع، شاطئ السعادة عين السبع. يا ربي السلام. هاد الباخرة هذه اللي خرجت كانت وقع لها شي عطب، ضربت مع شي كيف قالوا لنا بانها ضربت مع شي صخرة هنا في البحر في منتصف الليل. السبب الرئيسي هو يعني ان واحد اصطدمت بواحد الصخرة، هذا هو السبب الرئيسي. عين السبع شاطئ السعادة. باخرة من الحجم المتوسط كانت محملة بمحركات. هذه الباخرة اللي كانت جاية من الهند، كانت في الهند وجات عاوتاني من افريقيا، وجات هنا تصطدمات بواحد الصخره هنايا في شاطئ السعاده. حيت كيف كنعرفوا شاطئ السعاده فيه واحد الصخره، الا شفناها الا قدرنا نزوميو متتبع نزوميو عليه هذه الصخره هذه اللي هنا، هذه الصخره اللي كاينه هنا في شاطئ السعاده تصطدمات بها، فاذ بها كيوقع لها عطب، يعني عطب تقني، يعني ما بقاش لانه غيتحكم فيها. بقات الامواج في منتصف الليل كتجيب حتى جابتها هنا للبر، انت كتشوف جنب هذا الصخر هذا جابتها، يعني هنا ما بقاش المحرك. يعني وقع لها العطب وجات هنا في منتصف الليل. ولكن الغريب في الامر اللي كنشوفه بان هذه الباخره هذه كانت محمله بمعدات، تم السرقه ديالها في منتصف الليل من بعض الاشخاص. تم السرقه ديال المعدات اللي هبطوا، شفنا البث المباشر اللي كان دار قبل في منتصف الليل بان تمت السرقه. يعني بنادم كيجي كيدخل كيهز، يعني حيت ما عندوش وسط البحر، في جنب البحر خارجه على برا. هي من طبيعه الحال غادي تقلب على اليابسه لسلامه ديال الربان ديال الطاقم ديال الباخره والطاقم ديالها. يعني فايد بهم كيتفاجئوا في منتصف الليل بالسرقه والنهب. هادشي اللي كان المعدات ديالهم صراحه هادشي ما كيشرفش صراحه، بان يوقع هادشي بحال هكا سرقه، وسيرتو بانهم ماشي مغاربه، يعني اول شيء طاقم افريقي من المفروض اول شيء يقدموا لهم يد المساعده اش خصهم. يعني كيتفاجئوا بالسرقه،
السرقه شيء غريب. شيء غريب يعني، ولكن الا كانوا بعض الصور اللي موضحين او شريط فيديو، هذوك غادي الاشخاص غادي خص غادي يتم يتم المتابعه ديالهم تهمه السرقه. الرجوع الى الفيديو غادي يتم يعني المعاقبه. كل واحد يعني سولت لنفسه انه يعني يسرق الممتلكات ديال الغير، ممتلكات يعني الغير، اجانب، وخصنا نعطيو واحد الصوره يعني حتى ديك حسنه. السمعه ما خايبه دابا عطاوها دابا باخره. هما مثلوا غير نفسهم، ما مثلوا نفسهم، ماشي مجتمع كامل. واحد نفسهم. الفئه اللي حنا كيف كنعرفوا هنا في جنب البحر بالليل، راه شكون اللي كيكون؟ راه ما كيكونش الناس عائلات محترمين، كلشي قليل كتلقى واحد الفئه يعني ملي تصادفوا مع هذا الشيء كيقولوا ربما هذه هزه شي حاجه اللي هي. نحاولوا نشوفوا واحد هذه واحد الخيشه اللي كانت في هذه الباخره محمله كيف كتشوفوا معنا. حنا كنقربوا الصوره. هذه الخيشه هذه كانت في هذه الباخره. نرجعوا للحوار. هاد الناس هادو مع الجوج ديال الليل، جوج ديال الصباح، صبيحه اليوم، هاد الباخره هادي كيوقع لها عطاب تقني على اثر الاصطدام مع واحد الصخره اللي راه كتبان لعله قربنا المشاهدين شافوها. اول شيء حاولوا يديروا انهم يعني يخرجوا لليابسه السلامه ديالهم، وكذلك حتى ديال البضائع اللي هازين يعني محمله يعني بسلع ديال الناس، يعني كانوا يخرجوا لبر الامان وما لقاوش الامان. خرجوا لبر الامان يعني سالمين الانفس ديالهم، ولكن يعني كما قلتي لنا ان ما لقاوش الامان.